أهلا وسهلا بكم في طبلية النيل. هنا أحسن الطباخين والأكلات المصرية اللي نفسك فيها. هنا رجعنا لك الطعم بتاع زمان. حمام محشي حكاية، فطير مشلتت بالسمن البلدي. أما الكشري دي حكاية لوحدها، طعم يرجعك لأول طبق أكلته زمان، ولسه الكوارع زي أكل البيت بالظبط. تعالوا شرفونا ونتجمع معاكم على طبلية النيل. أنا أهو بس نجري من نسوي من الكلام، من روحنا والصدام، أهو نجري والسلام، وتعالى نجري. الناس بتخاف من الناس، لا يكونوا الناس مش أولاد ناس، وتلاقي في ناس بتدوس على ناس علشان خايفة تنداس. يا وداع، 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 يا وداع. خد ايديا يا ولا وانت ماشي، وانا اكتر في الكلام وتقول لي ماشي. انا وانت في الهوا، مين فينا سوا ونعلي المستوى. يعني هو طعم الاكل هنا عامل ازاي؟ والله يا احمد، بس بصراحه الشيف غازي رجعني لمصر. الله اكبر بجد بحس كده ان انا فعلا في اول مره اكل اكل مصري بطعم ونكهه. الحقيقه والله انا بشكر الشيف عزمي على حسن الاستقبال وعلى الخدمه العاليه. والحمام بسم الله ما شاء الله، حمام والكفته والبط حاجه كده يعني ايه. يعني انا بقول لكل اصحابي الحبايبي، كل واحد لازم ياخد التجربه الجميله دي. بس المشكله ان انا اكلت كل حاجه عندك وكلها حاجه حلوه. نعمل لك حاجات جديده. عندنا الكوارع لسه ما اكلتهاش، والعكاوي ما اكلتهاش. ما اكلتش الكوارع لسه. عندنا كل الطواجن كلها. يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بقول لكل اصحابي بجد، وعندنا الفطار المصري، يجوا ياخدوا التجربه ويطلعوا مبسوطين عشان في شيف محترم، شيف غازي. وبالنسبه لو حد عنده فرح، عنده عيد ميلاد، عنده عزومه كبيره وعايز يجي بعدد كبير او يعني في اي وقت، حضرتك زي ما شفت يا استاذ احمد المساحه بتاع المحل واسعه، بنستقبل حفلات، اعياد ميلاد، بنستقبل اجتماعات، بنستقبل سبوع، خطوبه، وكل دي يعني في خصم للحفلات اللي هي المناسبات، الشركات والحاجات ديت. عندنا خصم يعني مخصوص للجماعه دول. واحلى اكل هنا، واحلى اكل هتلاقينا في طبلية النيل. احلى اكل.